قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي، أعلمكم علي، أعدلكم علي، علي مني بمنزلة رأسي من جسدي، علي روحي التي بين جنبي، علي أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى. وقال من جملة، قال: يا علي، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم. لولا أن أخاف ناس يقولون أنت إله، أنت رب، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي يوم القيامة وهم جيراني. هذا علي بن أبي طالب. يقول الشاعر: لو أن المرتضى أبدى محله، لو أن المرتضى أبدى محله لكان الناس طرا سجدا له. كفى في فضل مولانا علي وقوع الشك فيه أنه الله. صلوا على محمد وآله. سيقول لي: ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له: شوف، المرأة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا بتقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي. قلت له: المرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي. يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدار. يوم اللي نوقع نقول يا علي. يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.